السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم توتة من مطبخ حلو وحادق. النهاردة هنعمل الكرشة او انتوا ايا كان بتسموها ايه بلدكم. احنا هنعمل القمر دي بطريقة سهلة وبسيطة ومفيش اجمل من كده ولا احلى من كده. لست البنات بجد هتعجبك جدا جدا وهتحبيها قوي. وبصي سهلة وجميلة وبسيطة كده وتحفة، هتحبيها قوي ان شاء الله. هنعملها بطريقة سهلة قوي وبسيطة ومبسطة جدا عليكم. لو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لنا كومنت قمر زيكم كده. اكتبوا لنا تحت في التعليقات انتوا منين عشان نرحب بيكم. يلا بينا نبتدي الفيديو. نعمل الكرشة بتاعتنا. معايا ايه؟ احنا الاول هننقعها علشان تبقى نظيفة ومتبقى الزفرة ميبقاش فيها اي حاجة، ميبقاش فيها مثلا شوايب اي حاجة. انا بجيبها من عند الجزار بيضة. في ناس بتحبها اللي هي بتبقى السمرة ديت، لا انا بحبها كده الشكل الجميل ده. احنا بناكلها كده. في ناس بقى بتحبها اللي هي التانية، وبرضو الاتنين واحد يعني نفس المقادير ونفس النقع ونفس كل حاجة. انا بجيبها بالنظافة دي كلها، بس لو فيها اي حاجة هنشيلها مع بعض. تشيليها كده اهو، ده اهو، ده اهو. الحتة دي كده اهو شيليها. مش قادرة تشيليها بايدك شيليها بالسكينة. احنا هنعمل بقى ايه؟ محلول ليها. مش محلول يعني، حاجة هتخليها نظيفة قوي وفي نفس الوقت ما تخليهاش تدينا زفارة. ما تخليش ريحة البيت بتاعك تزفر ولا اي حاجة. بصي اقعدي شيلي كده اهو. بيبقى فيه زي قشرة كده، شيلي بقى. بجد هتبقى نظيفة وجميلة قوي قوي قوي. مش على كل خطوة انا هقولها واعمليها وبجد يعني هتشكريني، وبجد هتحمدي ربنا اللي هي طلعت معاكي جميلة قوي كده. برضو جربيها واكتبي لنا تحت في الكومنتات، قولي لنا عملت معاكي ايه وطلعت حلوة ولا لا. بس هي اكيد اكيد هتطلع حلوة ان شاء الله، لان انت اللي عاملاها. بصي الجمال ده، بصي. كل ده احنا بقى ايه لسه هننضفه برضو تاني بالدقيق وبالحاجات بتاعتنا. دلوقتي معايا ايه؟ معايا كوبايتين دقيق هننزل بيهم، ومعايا ملح حوالي 5 أو 4 معالق كبار. وده بقى اهم حاجة في كل الليلة دي، السكر. هتقوليلي ازاي يا توته؟ هقولك ليه. ده ما بيخليش اي زفرة في البيت، ما بيخليش اي زفرة في الاكل بتاعك. بجد حكاية تانية خالص. احنا حطينا معلقتين كبار. بعد كده بعد ما حطينا نحط بقى ليمونتين 3 ليمونات كده يعني. اوعي تحطي خل، اوعي تحطي خل، حذاري يعني بلاش خالص، عشان هيخلي زفرتها زي ما هي، يخلي الزفرة زي ما هي ويخلي كل حاجة زي ما هي. يعني بقى كده اهو. انا حاطه فيها ميه، انت ممكن بقى ايه لو انت مش حاطه ميه وحطيتيها بقى كده عادي، حطي شويه ميه حلوين كده. حطي قيمه نص مثلا، نص لتر. بصي الجمال والحلاوه، اللهم بارك. بسم الله. دايما وانت بتعملي تسمي الله، تقولي اللهم صل على النبي اللهم بارك. شوفي بقى فيها اي حاجه اقعدي اعملي فيها كده كده اهو، اقعدي اعملي كده اهو. فيها اي حاجه شيليها زي ما انا قلتلك بالكده اهو، تشيليها كده اهو بالقشره. بيبقى فيه قشرة صغننة كده تقومي شايلاها ايه بيها. سيبيها بقى حوالي ربع ساعة في الكلام ده. بعد ربع ساعة هنغسلها. بعد ما قعدتها ربع ساعة بالظبط في الخلطة بتاعتها، انت ممكن تسيبيها 10 دقايق 5 دقايق، ممكن مش لازما يعني، ممكن تعمليها في نفس الوقت. بس المهم اللي انت تحطيها في اللهم صل على النبي، في الدقيق وفي الملح وفي الليمون وفي الحاجات دي كلها، والسكر اهم حاجة. اوعي تحطي خل زي ما اتفقنا.
دلوقتي هغسلها غسله حلوه وهنشوف معانا مقادير ايه. غسلتها وخليتها زي الفل، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بجد جميله جميله جميله، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. وبرده انت لو عندك اللي هي السمره اللي هي بتبقى السودا ديت مثلا وانت مش عايزاها كده، تقعدي تمسكي السكينه وتقعدي تجرجي كده، هتبقى زي الفل ان شاء الله. ومعانا طماطميتين قطعتهم بالشكل ده، سمنه كبار، ومعانا معلقه بصل بودره، معلقه توم بودره، كل دي معالق صغيره، ومعانا رشه جوز الطيب، ومعلقه بهارات لحمه، ومعايا معلقه وحبهان وورق لورا، ومعانا جزرتين قشرتهم وقطعتهم بالشكل الجميل ده، ومعايا بصلايه كده كبيره، و3 وحدات مرقه دجاج او مرقه لحمه على حسب المتوفر عندك. دلوقتي معانا حله على النار، انا كنت غاليه ميه في الغلايه، اغلي ميه في الغلايه واحنا مع بعض كده وانت بتعمليها، اغلي ميه في الغلايه او في الكاتل، يعني كاتل او غلايه ايا كان بتسميه ايه. يلا بينا نعمل نروح على معانا الحله سخنه على النار، ننزل بالسمنه، لو عندك سمنه بلدي يبقى جميل قوي، عندك زبده برضو تحفه. ننزل بقى بالبصل، ننزل بالجزر، زي ما قلنا كان معايا جزرتين او جزرايه على حسب المتوفر عندي، فقطعناها وقطعناها، 3 طماطميات او طماطميتين، جربيها بالطريقه دي هتعجبك قوي وهتريحك قوي قوي قوي. واقولك على سر يخليها تستوي وفي نفس الوقت تطلع معاكي احلى واجمل بكتير من كل مره كنت بتعملها. برضو عرفونا تحت بتسموها ايه بجد. ننزل بقى بالكبشه بتاعتنا واحده واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك، ننزل بيها كلها. بعد ما نزلت بالكميه بتاعتي كلها، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، قلبي كويس قوي 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 كده. ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا اللي هي كانت عباره عن معلقه صغيره بصل بودره وثوم بودره ورشه جوز الطيب ومعلقه بهارات وحبهان او ورق غار والحبهان بتسموه هي اللي متهيألي، بجد تحفه قوي. اهم حاجه التوابل، احنا بنشوحها عشان تنزل اي زفاره فيها، تبقى جميله قوي قوي. سيبها بقى تنزل كل ميتها. هننزل باهم حاجه زي ما قلت، معلقه سكر كده علشان تستوي معاكي بسرعه، تبقى جميله كده وريحتها تبقى زي الفل ومفيهاش اي حاجه. دلوقتي بقى عشان نعرف الكرشه بتاعتنا استوت ولا لا، نجيب معلقه ونطلع حته، هي بقى لها حوالي ساعه ونص على النار، احنا هنطلع حته كده، مجهزين طبق وهنعمل كده.
اول ما تتقطع معاكي اعرفي اللي هي استوت. بصي بسهوله وايه ببساطه رهيبه، اعرفي كده ان هي استوت وبقت زي الفل. نهايه الفيديو يا ست البنات مع القمر بتاعتنا، بجد الطعم تحفه والريحه حكايه حكايه، وانا وريتك برضو تطفي عليها امتى، بجد جميله قوي، هتحبيها قوي. ممكن تقدميها جنب رز ابيض او تقدميها جنب عيش بلدي عادي خالص، تقدميها جنبه او تقدميها جنب رز ابيض. ممكن تعملي فتة اللي يريحك، اي حاجة. انا بحب اكلها مسلوقة، ممكن تعمليها بطمية كده وتتبيلة لو انتي مثلا بتحبي التغيير، او ما بتحبهاش كده، ان شاء الله هتطلع معاكي احلى واجمل بكتير. ووالدتي بتقولكوا برضو ممكن تعملوها بحمص طبيخ، ان شاء الله هنعملها مع بعض في مره. بحمص الطبيخ، بجد حكايه. بصوا الجمال ونضيفه وما فيهاش اي حاجه، ان شاء الله هتعمليها هتطلع اجمل من كتير. السلام عليكم ورحمه الله يا ست البنات، يا رب الفيديو يكون عجبكم.